نفتكر إنه حماية نفسنا، نعرف اللي حوالينا إيه هي حدودنا في كل المناطق. إنه أعمل طلبات مثلا، في ناس كتير تطلب إنه ممكن فضلك تعملي لي الخدمة دي، ممكن تروحي، ممكن توصليني هنا، ممكن لو أنا شايفة ده مش يأثر على جدولي ومش هيخليني ما أعملش لنفسي حاجة مهمة. يعني مثلا أوقات في ناس بتقعد تلف طول اليوم وتعمل حاجات للناس، مش لاحقة تاكل كويس، مش لاحقة تستريح، فده في الآخر بيأثر على الشخص اللي بيساعد، إنه تعب ما كلش، هيبقى ما عندوش صبر، هيبقى بيتعصب بسهولة، هيجيله وقت مش عاوز يساعد ولا حد، فما فيهاش فايدة من كل ناحية. لكن لو بالعقل أنا هقبل أعمل حاجات للناس، في حاجات مش هتكسف، متأسفة قوي ده ما أقدرش أعمله، يا إما ما عنديش وقت عشان أعمله، يا إما مش هقدر أعمله كويس فمتأسفة مش هقدر أعمله. مثالات بسيطة جدا، وقت السفر، في حد بيسافر كتير رايح جاي، عادة الناس لما بتعرف حد مسافر بتطلب منه حاجات، فلو شخص مسافر أولا له حاجة محدودة في كمية الحاجات اللي ممكن يشيلها لأنه الوزن، بعدين بيبقى دايما هو له حياته اليومية وله قبل السفر ترتيبات، ولما يوصل ترتيبات، ولو راجع تاني ترتيبات. فلو كم من ناس طلبت طلبات صعبة، في مثلا ناس بتطلب أدوية، أكيد حاجة صحية لازم الواحد يعمل مجهود بيجيب الأدوية دي للشخص. في ناس بتطلب ممكن ابعت معاكي نفلك توب قد كده لو في مكان في الشنطه، اوكي. في ناس ممكن ابعت حاجه اكبر من التوب، ممكن ابعت كذا حاجه. فلو انا قبلت وفضلت اخد واضطر اقعد اخد شنطه زياده وادفع فلوس زياده، هتضايق من الناس اللي بتطلب مني. لكن لو انا من الاول اقول متاسفه جدا انا عندي وزن محدود وانا اصلا شنطتي مليانه، فهاخد بس الحاجات الضروريه، لو دواء كده غير كده متاسفه. فانا اللي حميت نفسي، ما خليش نفسي اتضايق من الناس، لانه كنت صريحه معاهم وما عملتش حاجه تخليني اقول شفت بقى فلانه خلتني اشيل مش عارفه ايه، شفت فلانه. في نفس الوقت مش هطلب من حد حاجه اكون انا عارفه انا مش هعملها له. فلو انا مش قادره اشيل حاجه لحد، ما اطلبش انه حد يشيل لي حاجه. ده مثال بسيط يعني، لكن بتبقى في مواقف اكبر اهم. زي ما بنقول ما تروحش عزومه حد لو انت عارف عمرك ما هتعزمه، صح؟ ادي على قد ما انا عارفه اني هاخد. مش بتبقى طبعا بالظبط قوي في كل علاقه، في حد بيدي اكتر شويه ما يجراش حاجه لو اكتر شويه، لكن لما بتزيد الفرق هنا الواحد بيحس بالاستغلال، وهنا اللي بيبتدي ينمي شعور سلبي ناحيه الشخص. مش بيقولوا ما تمشيش خطوتين لحد، هيمشي لك خطوه واحده بس دايما. فانا هزود بس كلمه دايما، لانه لا، اوقات بمشي حتى 4 خطوات لحد مش هيقدر يمشي غير خطوه، لانه ظروفه يمكن هو ما تسمحلوش. في العطاء برضو كتير انا دايما حسيت ان انا الحمد لله كان حظي كويس ومرتاحه ونفسيا مرتاحه، دايما عندي استعداد اساعد نفسيا الناس اللي حواليا عشان انا مرتاح، ما اتضايقش. مثلا انا اعزم اكتر من حد تاني ما يضايقنيش، انا اسال اكتر على حد تاني ما يضايقنيش. لكن هيضايقني لو لقيت انا بسال دايما وانا بقى في ظروفي الصعبه ما حدش يسال عليا، ساعتها هبتدي اتضايق. فهي عمرها ما معادله مظبوطه قوي، لكن نحمي نفسنا.